اطفال امهات كتير الفتره دي بتشتكي بتقول ابني بيجي بالليل ما بينامش خالص، ايا كان قبل 6 شهور او بعد ال6 شهور. النهارده هقول لك بتبقى ايه الاسباب وازاي ان احنا نحلها. انا دكتوره نيفان رضا، استشاري اطفال. النهارده هنتكلم عن صعوبه النوم عند الاطفال وبالذات في فتره ال6 شهور الاولانيه. فتره ال6 شهور الاولانيه الطفل عموما كله بيبقى غير منتظم، بيبقى لسه مش عارف يتاقلم على البيئه اللي حواليه. وقت النوم بيبقى في ال6 شهور الاولانيين متلخبط، مش مظبوط، يومين يبقى كويس ويومين يتلخبط تاني، لان هو كان كده جوه بطن مامته. الفتره اللي بالنهار كان بيلعب فيها ويتحرك في حركه قليله جدا وبسيطه، والفتره المسائيه كان بيلعب وبيتحرك فيها حركه كتير. فبالتالي لما بيطلع بعد الولاده للدنيا برضو نفس الموضوع بيحصل، ان فتره النهار النوم فيها بتبقى اكتر من الفتره المسائيه. ومع ذلك ان هو ممكن يومين يتظبط بالليل وينام كويس وبالنهار يبقى صاحي، ودي بتبقى فتره مؤقته وبترجع ان هي تتلخبط تاني. مهم جدا ان انت الطفل عشان ينام منك فترات كويسه لازم ترضعيه رضعه كامله كبيره، وتبقى رضعه مشبعه، وتبقي مكرعه كويس قبلها، وتبقي مدياله كل ادويه المغص والانتفاخات اللي موجوده، وتبقي مريحه وضعيته في النوم علشان خاطر ينام مرتاح ويقدر ينام معاكي فترات طويله. لازم الاضاءه تبقى اضاءه خافته، لازم يبقى فيه صوت خفيف جنبيه، لازم يبقى مرتاح في نومه. وتخلي بالك ان ملابس الطفل من الحاجات المهمه جدا. ما ينفعش تبقي ملبسه طبقات اكتر من الجو اللي حواليه، ما ينفعش ان انت تبقي ملبسه هدوم ضيقه، بالذات الامهات الجديده بتنزل تشتري الهدوم بتبقى مقاساتها صغيره او مظبوطه يا دوبك على الطفل، فلو لبسته بامبرز او لو لبسته طبقه ثانيه بتبقى ضيقه عليه جدا ومعلمه في جسمه، بتألمه وهو مش قادر يتكلم، فبالتالي مش هيعرف ينام وهيعيط. خلي بالك من هدومه، خلي بالك من مقاس البامبرز انه مقاسه يبقى مظبوط وما يبقاش قافل عليه جامد وعامل له معلم على جلده وعامل له الم مش قادر ان هو يتكلم، فبالتالي مش هينام وهيعيط. تخلي بالك ان ما يبقاش عندي التهابات مكان الحفاضه. استخدم الكريمات المظبوطه لالتهابات الحفاضه. لازم البامبرز يتغير على طول قبل ما ينام، لازم ابقى مدياله دش وحمام كويس، متاكده ان هدومه كلها مرتاحه ومقاساتها مظبوطه، ولازم تبقى كلها قطنيه. البامبرز مقاسه مظبوط ومغيره، مدياله ادويه المغص والانتفاخات بتاعته كلها، مرضعاه رضعه كامله مشبعه، واعمل له تمارين لبطنه علشان خاطر الغازات اللي هي بتبقى تدليك للبطن عكس عقارب الساعه. كل ده هيساعدني على النوم مظبوط. نيجي بقى في اوقات بتبقى غصب عننا بيبقى فيها تطعيمات زي الشهرين والاربعه والسته، ودول من اسخف التطعيمات اللي بتتاخد، لان بيبقى مصاحب دايما معاها ارتفاع في درجه الحراره وبيبقى فيه الم مكان التطعيم. في الحاله اللي زي دي يا جماعه لازم ان انا بدي خافض حراره ومسكن في ماده الباراسيتامول، وبديهوله بانتظام من 4 ساعات، من كل 4 ساعات او كل 6 ساعات على حسب الحاله. بعمل كمادات جل او كمادات عاديه على مكان التطعيم. ده مهم جدا علشان خاطر الالم بتاع التطعيم يقل فالطفل يعرف ينام. نيجي بقى لفتره ال6 شهور التانيين، الطفل بيبدا ان هو يسنن. طبعا التسنين دي مشكله تانية خالص يا جماعه، بيبقى فيها الم وبيبقى فيها ارق وبيبقى فيها تعب، وبالذات ال3 4 ايام قبل ما السنه تفتح بيبقى فيهم ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى مصاحب معاه شويه برد وخنفره وكحه، ممكن يبقى شويه اسهال ومسببه معاها مغص طبعا. ففي الحالات اللي زي كده طبعا بيقل نوم الطفل بالليل وبالنهار. لازم ان انا بديله ادويه تريحه وتهديه، بدلك اللثه كويس قوي بتاعته. ممكن اديله خافض حراره برده في ماده الباراسيتامول كمسكن، او ان انا بدلك له اللثه زي ما اتفقنا، وبديله حاجات تهدي الرشح او الاسهال او المغص زي ما اتفقنا عشان خاطر ان هو يبقى مرتاح ويعرف ينام. فتره ال6 شهور الثانيه دي احنا كمان بدانا ناكل، فعلشان اضمن ان هو ينام معايا كويس لازم ابقى ماكلاه وجبه حلوه مشبعه بالليل يعرف ينام وتشبعه وتنيمه. يعني ممكن اعمل زي بطاطس مهروسه، ممكن جزرايه مهروسه، ممكن تفاحه مسلوقه ومهروسه، وجبه حلوه مشبعه اكلها له وارضعه بعدها رضعه خفيفه عشان يعرف ينام. نخلي بالنا كمان ان ممكن الطفل يبقى تعبان وعنده مشكله مرضيه، نزله برد او نزله شعبيه او نزله معويه، وفي ارتفاع في درجه الحراره، في سخونه، في رشح، في كحه، ده كله بيسبب قله النوم عند الطفل. وجود الخنفره نفسها ممكن تخلي الطفل ما يعرفش ينام. في الحالات اللي زي كده انا بستخدم النقط لتسليك الانف، بستخدم خافض للحراره والادويه المناسبه علشان خاطر الطفل يعرف ينام. وكل الموضوع ده بياخد يومين او 3 بالكتير قوي. اول ما العلاج بيشتغل مع الاطفال بيهدى وبيرجع ينام تاني. كمان مهم اقول لك تاني ان وضعيه النوم لازم تبقى مهمه، لازم تبقى فيه اضاءه خافته، ولازم يبقى فيه صوت خفيف. الطفل بيحس بالونس عشان خاطر ان هو يعرف ينام كويس، ما يبقاش الدنيا ضلمه ولا مفيش صوت خالص. في الحاله اللي زي كده هيخاف ومش هيعرف ينام. ال6 شهور التانية بيبقى برده في حاجه اسمها طفره النمو. الفتره دي
بتبقى فتره مقلقه ومؤلمه جدا للطفل، بتبقى يومين 3 تقريبا. العظم الطفل بينمو بسرعه جدا، فبالتالي بيشد العضلات فبيعمل الم بيخلي الطفل على طول بيعيط، ما انتش عارفه ايه السبب. دي عادي جدا. انا بدي برضو مسكن في ماده الباراسيتامول، بتعامل مع الطفل عادي. كل الحكايه انها بتاخد يومين 3 وبتروح. في الحالات اللي زي كده وفي الاوقات اللي زي كده انت بتلاقي ان وزن الطفل وطول الطفل اختلف في الفتره دي جدا عن قبلها، فتعرفي ان دي كانت طفره نمو وما كانش فيه مشكله ولا حاجه عند الطفل. في اطفال كمان على فكره ما تعرفش تنام حتى لو في الحر الا لو انت مغطياها، فلازم تخلي بالك من الموضوع ده. جربي تغطيه حتى لو في الحر بطبقه خفيفه خالص علشان يعرف ينام ويبقى نايم مرتاح ومطمن. زي ما اتفقنا دايما الامهات اللي بترضع طبيعي تخلي بالها كويس قوي من المكيفات والشاي والقهوه والنسكافيه اللي بتشربهم كتير، لان ده ممكن يكون سبب لقله نوم الطفل ولعدم نومه فتره كافيه. تخلي بالك كويس قوي من الحاجات دي، تتشرب في الفتره الصباحيه بس مره او 2 بالكتير قوي، وبعد كده نمنع الكلام ده خالص عشان ده بيأثر على الطفل وبيخليه ما بيعرفش ينام بالليل. والافضل ان احنا نمنعه خالص ونبطله يكون افضل من كده. خلي بالك كويس قوي ان الفرش والاوضه اللي هو نايم فيها ما فيش اي حشرات ولا ناموس ولا نمله ممكن ان هي تقرصه وتخليه ما يعرفش يكمل نومه مرتاح. لو في حساسيه عن جلديه عند الاطفال دي هتخليه ما يعرفش ينام مرتاح. ففي الحاله اللي زي كده انا بستخدم الادويه والمرطبات المظبوطه او المناسبه ليه عشان خاطر ان هو يعرف ينام ويبقى مرتاح. يخلي دايما ابنك وضعيه نومه الوضع اللي يريحه في النوم، اللي هو الوضع اللي بيرتاح فيه عشان ينام فترات طويله مرتاح ما يصحاش يعيط ونقلق نومه. الامهات برضو اللي بتاكل شوكولاتات كتيره وحلويات كتيره، خلي بالك ان كمان الكلام ده بيقلل نوم الطفل وبيأثر عليه. فخلي كل الكلام ده يبقى في الفتره الصباحيه بس، بلاش في الفتره المسائيه. كمان زي ما اتفقنا لازم عشان تطمني ان ابنك يعرف ينام كويس حاجات مهمه جدا تعمليها في الفتره الاولانيه. اي اسئله او اي استفسارات على الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده يا ريت تبعتوها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليها كلها. شكرا.